بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الشاب عبد الرزاق الكاتب العام لجمعيه سوق الجمله للخضار والفواكه. بحق حنا كنتفاجئوا لهذه الكارثه العظمى اللي وقعت اليوم في سوق الجمله، واللي كنحملوا المسؤوليه ديالها بالدرجه الاولى الناس المسؤولين اللي تخلاو على هذا المرفق هذا، والناس الوكلاء اقتصاد الريع اللي اليوم ما منظمينش السوق نهائيا، كيجيو كيجمعوا الفلوس بدون صفه قانونيه وما عندهمش نهائيا الصفه، وما كيقدموا حتى شي خدمات للتجار. حنا كنعشروا بدون ادنى خدمه، ما كاينش ظروف السلامه الصحيه، ما كايناش. الناس ديال الوقايه المدنيه ما كان تدخل على تقريبا ما يقارب واحد ساعتين المكانه. الناس ديال الاسعاف ما كاينش عندنا سياره اسعاف هنا. الاشاره انه عندنا حنا هنا مستودع ديال الصناديق الفارغه داخل سوق الجمله هو معطل، يعني كنرجعوا دائما العقليه ديال الفلوس، خاص الناس دوزوا في الصفقه باش التجار يستافدوا منه. هذا الخاوي اللي كاين هنا كل اللي مشى في السوق ممكن يدخل الصناديق مستودع الصناديق الفارغه وما توقعش هذه الكارثه هذه. هذا المشكل هذا كيتحملوا المسؤوليه ديالو الناس ديال الاداره اللي كيشوفوا فينا ديك البقره الحالوب اللي خاصها على الفلوس. زيد في اللفت، زيد في خيزو، زيد في ليشو، زيد في مطيشه. هذا الشيء راه مشكل كبير بزاف. كنحملوا المسؤوليه الناس ديال السلطه، كنحملوا مسؤوليه السيد العامل اللي عطيناه طلب باش انه يدير معنا لقاء ويعالج معنا المشاكل ديال سوق الجمله، وهذا الطلب تم وضعناه يلا هذا الاسبوع الفارط. دابا حنايا هذه المصيبه هذه، يعني دابا كل 6 شهور عندنا مصيبه. راه الاشاره راه نهار 25 شهر 6 2018 راه التسعود راه كلها شدات فيها العافيه، واليوم احنا في شهر 1 2019 شدات العافيه. واش غنتسناو 6 شهور الجايه عاوتاني توقع شي كارثه اخرى لا قدر الله؟ راه حتى واحد ما بغى يستجب لينا هنايا. جا السيد الوالي قام بزياره واسعه لسوق الجمله، ما كاين حتى شي حاجه ما ضافتش، ما كانت حتى شي حاجه كقيمه مضافه من هذه الزياره هذه. جا السيد العامل شحال من مره كيجي هنايا، ولكن كيجيو كاساس انسان في واحد النزهه، انسان متفرج، حتى واحد ما كيتصنت للتجار هادو. وحنا راه في هذا المرفق راه متخلى عنا، راه ما كاينش ابسط السلامه، ما كايناش. راه كاين اليوم التاجر راه غدا غادي خاصو يمشي يشوف داك الشيك اللي عاطو ضمانه ولا حاط داك الشيك باش يتخلص، راه مستدعى، راه ما غيرحموش، راه ما ينخاوي ما غاديش يرحموه. اليوم مفروض على الناس مسؤولين باش انه يديروا واحد الاحصاء شامل للخسائر هذه، خصوصا الناس ديال مطيش والناس ديال ليشو، ويشوفوا هذه الخسائر الشاحنات الكبيره والشاحنات الصغيره، ويتم التعويض ديال التجار. راه ضروري وضروري جدا. راه حنا هما الامن الغذائي. راه اليوم راه ما كاين لا مطيش لا حتى شي حاجه، راه ما كاينش ظروف الشغال نهائيا من عادمه. انت كتشوفوا الظروف كيفاش دايره، راه جميع الشاحنات والصغيره والكبيره ولات عباره عن متلاشيات، السلعه راه كلها مشتته. وحنا راه كان الرجاء ديالنا الوحيد في سيدنا الله ينصرو يدي زياره ملكيه اللي وحنا دائما كان فيما كنديروا لافتات، وكتكون من بين لافتات لافته ديال مطالبه ديال زياره ملكيه ديال سيدنا الله ينصرو، كيتدخلوا المسؤولين وكيبقاو يطلبوا فينا ويحرجوا فينا باش نحيدوا ديك اللافته. علاش؟ علامه استفهام كبيره. الاداره ما دايراش الدور ديالها نهائيا، لجنه التنظيم ما كايناش ديال الاداره، السلطه ما كايناش، الامن في السوق راه ما كاينش نهائيا. كان عندنا اجتماع مع الناس ديال الامن، ولا حياه لمن تنادي. واك عباد الله، هادشي راه حشومه وعيب وعار اللي واقع للتجار. رفقا بهاد العباد اللي كاينين داخل سوق الجمله، راه كيتعرضوا لواحد الظلم كبير وواحد الحيف. وحنا كنخلصوا مجموعه ديال الاشياء، كنخلصوا ضرائب، كنخلصوا عشر، كنخلصوا كرا، كنخلصوا حساسه، كنخلصوا مول الميزان، كجميع الاداءات اللي خلق الله تعالى في الدنيا والدين كنخلصوها، وما كاينش ادنى خدمه وحده ما كايناش. والسلام عليكم.